رضوى جلال وأحمد الجبلي، الاتنين صحابنا. بس يا ترى ايه اللي عرف الاتنين ببعض؟ وايه اللي جمع الاتنين على بعض؟ هو كان في جامعة عين شمس وهي كانت في الجي يو سي. هي ساكنة في المعادي وهو ساكن في مصر الجديدة. ده حتى هي عندها مليكة ديزاينز وهو بيشتغل في سيري ديزاينز. هي من فريق بريدجز وهو عنده فريق صحابي. طب خلينا نبدأ بالبرنسس ونشوف ايه القصة. رضوى جلال طبعا من سكان منطقة المعادي، منطقة المشاهير. كانت في مدرسة العلياء الخاصة واتخرجت من الجي يو سي قسم بايو تكنولوجي. من هواياتها انها كانت بتحب الفاشن ديزايننج، وكان نفسها جدا انها تعبر عن دينها وعن ثقافتها بأحسن شكل ممكن، وعشان كده البروجكت بتاعها كان هو مليكة ديزاينز. كانت متطوعة بجمعية رسالة وكمان بريدجز فاونديشن. نخش بقى على السنسر بتاع المتدينين، على الحساس قوي، على بونبوناية التيار الإسلامي، أحمد الجبل. طبعا هو ساكن في منطقة الفلول، قصدي مصر الجديدة سابقا. طبعا مش هكلمكم عن شكله وهو صغير، مسخرة. كان في الأول كان في مدرسة النزهة، بعد كده نقل على الفيوتشرز. واضح إن كان ليه هناك مغامرات كتير. إزاي دخل هندسة المنصورة؟ هوبا ده سقط في الدين في ثانوية عامة رغم إنه كان جايب مجموع كبير وبيرد ويقول لنا عادي، كانت رايحة عليا نوم أصل يومها. قدر بعديها يحول على هندسة عين شمس، وبعديها بشوية بما إنه ساكن قدام مسجد يوسف الصحابي كون صحابي تيم. طبعا ده خلاه يتعرف على المهندس فاضل سليمان وناس مشاهير كتير، وطبعا بدأ يتعرف على الناس اللي في فريق بريدجز فاونديشن بتاع المهندس فاضل، كان من ضمنهم مليكتي أو رضوى. الهاشتاج ده طبعا مشهور جدا، فكان لازم يستأذن رضوى قبليها عشان تشابه الأسماء. سنة سنة اتعرفوا على بعض، سنة سنة بقى في علاقة ما بينهم، بس علاقة أخوة شوية. رضوى كانت بتجيب له عروسه، المفروض إنها كانت بتساعده في الموضوع ده، لكن ما حصلش نصيب، ما طلعتش عروسة مناسبة. هي احتاجته بعد كده يساعدها في حاجات ليها علاقة بشغلها، وهو طلع جدع جدا، والصراحة احتواها جدا. من هنا بدأوا هما الاتنين يبصوا لبعض بصة تانية. طب ليه ما تبقاش هي ملكتي؟ وليه ما يبقاش هو عريسي؟ ومن هنا بدأنا نشوف هاشتاجز غريبة كتيرة من بتاعة جبلي، ومن هنا بدأت قصة رضوى وأحمد الجبلي. طبعا بقى هنشوف فوتو سيشنز وهنشوف حاجات كتيرة، بس هما الاتنين منورين في كل الصور، وهما الاتنين هيكونوا نموذج إن شاء الله لبيت جديد يتبني في الجنة. ألف مبروك يا رضوى، وألف مبروك يا أحمد. ربنا يا رب يبارك لكم.